عسلامة ومرحبا بكم اليوم في رسالة جديدة وبنينة. باش نستحقوا مع بعضنا، باش نحضروا مع بعضنا صحفة ثوم اللي ولات مشهورة ياسر في تونس. نستحقوا ثوم وماء وهشوار. ولات ياسر معروفة الايامات هذه كل نسمع نرى فيها على الفيسبوك وعلى الانستغرام كيفاش قاعدين يحضروا، كيفاش قاعدين ياكلوا فيها بالاخص واشتي. قلت خليني نجربها. خذيت 3 روس ثوم فورتهم بالكدا باش حاشاك ما نخليوهمش ريحتهم زفرة. استحقيت شويه ما خاطر فيهم في الفيديوهات قاعدين يعملوا فيها كيما الصوص. دونك اجتهدت باش طلعتها، ما طلعت ياسر بنينه. نرحيوها بالهشوار بالكدا اللي نتحصلوا على قوام ليكيد كيما قاعدين تشوفوا. الكميه هذه عملت لي متاع 4 صحافي، طلعت لي معناها كميه كبيره، يعني 3 روس. بالنسبه لكم اذا كنتش تعملوا اقل دونك نقصوا في الكونتيتي، خاطر انا طلعت لي ياسر كبيره دونك نكون طيب بها صلصه ولا حاجه، نطيب بها حاجه اخرى. الثوم حطيناه في صحفه ونبداو نحضروا في صحافي متاعنا. نستحقوا جامبون ولا اش عندكم، مرتديلا، شنو موجود، سلامي. نستحقوا هريسه مفوره، تن، هريسه حمراء، عظام وفرماج والصوص الثوم اللي حضرناه. بالنسبه للعظام باش نعملوا كيما نتاع اللي يبيعوا فيهم في الابليبي والكل بتجي مروبه. نستحقوا نغليوه بالكدا في الماء ونسكروا عليه ونخليوه يرتاح بالكدا كالعظام وفي الماء سخون، وبعديك كي يبرد الماء نستعملوه تجي مروبه كاينها متاع الحوانت. نحطوا الهريسه خضراء، الهريسه حاره دونك ما كثرتش منها برشا ومتروش صحفه كبيره. طلعت الكونتيتي ياسر جينيروز، ما كبيره برشا الكونتيتي اللي استعملناها، بالرغم شويه حطينا به هريسه حمراء وهريسه خضراء. ونستحقوا للصوص متاع الثوم. ريحه الثوم راهي كي كليناها ما بانتش جمله في الصوص، معناها ما تخافوش من الريحه، ممكن على خاطرني فورته دونك ما فماش ريحه قويه، معناها الريحه بالحق ساطعه. ناخذوا العظام، شوفوا كيفاش طلع ريتها وماهيش كليم ميه العظمه من داخل. جربوها لستوس ياسر بايك، جوست غليوا الماء وخليوه على جنب، العظام في وسطها والماء مسكر فيه، معناها جوست يغلي الماء بالكدا ونحيوه من على الغاز وحطوا العظام. حطينا العظام تاعنا، نستحقوا الفرماج شويه زيت زيتون قبل كل شيء، نسيت ما قلت لكمش عليه. حطوا الفرماج كما قلت لكم. انا رافيهم في الفيديوهات يحطوا فيه فرماج كاري، يحطوا فيه فرماج كوب، ما حسيلو اللي موجود عندي في الدار نهارتها حطيته. ما لقيتش سلامي ولا جامبون ولا حاجه، حطيت بيبروني بتاع البيتزا بتاع بنتي. دونك نقصوا البيبروني مقصوصين هكا طرونشات صغيرين كل مع بعضهم هكيك. حسيلو المطعم لا تفهموا لا بلابي، لا تفهموا صحن تونسي، مطعم غريب اما بنين. نحطوا تن ونزيدوا شويه زيت زيتونه من فوق. وحضرت صحفات الثوم متاعنا، حسيلو بنا نويتكم ولا نشهيكم. جربوها وقولوا لي في الكومنتات كيفاش طلعت لكم.